بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في لقاء جديد، واللقاء ده امتداد للقاء السابق اللي كان بيتكلم عن الأفلام والمسلسلات وخطورتها وزرع أفكار قد لا تتوافق في غالب الأحوال مع المجتمعات والمثل والقيم اللي بتتسم بها المجتمعات المسلم. اليوم الكلام حيكون بشكل مفصل عن العملية اللي بيتم بها تغيير جلد المجتمع من غير ما الناس تشعر. الكلام ده هو ما كبير، هو الكلام ده حاصل فعليا، وده أدق وصف ممكن نوصف به الحالة الحاصلة الآن في المجتمع السوداني. لأنه باختصار شديد إذا راجعنا الأعمال الدرامية اللي كانت بتقدم في السابق وأدينا نظرة حاليا للأعمال اللي بتقدم في الوقت الحالي، خصوصا ما بعد الثورة 2018 2019، بنلاحظ لتغير جذري في كل النواحي. بمعنى إنه في السابق هنشوف حاليا مشهد لمسلسل ممكن في التسعينات وفي بداية الألفينات، بنشوف إنه الجو السائد والطبع السائد في المجتمع آنذاك كان عنوان الاحتشام. يعني من المستحيل كان انك تشاهد فتاة من غير حجاب في المسلسلات. حتى زمان بيقول لك يعني القناة السودانية القناة الطاهرة، لأنه ما بتقدم إلا ما يتوافق مع القيم والمثل السودانية اللي هي مستمدة أصلا من الشريعة الإسلامية. في الوقت الحالي يعني ومع الزخم ومع العدد الكبير من الأعمال الدرامية اللي بتقدم في شهر رمضان، للأسف الشديد أصبح يرى إنه في تخلي. يعني أكاد لا أرى يعني واحدة من الممثلات أو الفتيات محجبة، أكاد غل ما يعني أصبح الشيء الشاذ في الوقت الحالي إنه يعني فنانة أو تمثل وهي بحجاب. طيب الدراما الإيرانية عشان الناس ما يقول لك والله يا أخي في دواعي درامية وفي مثلا مبررات معينة بتاعت حبكة درامية أو كذا. الدراما الإيرانية رغم اختلافنا الجذري معاهم، لكن بتقدم يعني الفنانة أو الممثلة ما بتمثل إلا وهي بكامل حجابه وبكامل احتشامها. ورغم كده الدراما حققت نجاحات عالية جدا. الشيء ده أقوله إنه العمل الدرامي المعين بيتم فيه بيتم تمرير أجندة خفية من خلالها في طريقتين للتمرير. إما أن يتم التمرير بصورة مباشرة، ودي ما هي الأكثر شيوعا، يعني لأنه تمرير الرسائل بصورة مباشرة أحيانا بيتم رفضها بصورة واضحة يعني. لكن التمرير بصورة خفية من خلال حوار بين ممثلين، بيتم من خلال رسائل خفية، حوار عادي قد يمر على بعض الناس، ولكن يرسخ في الأذهان أفكار معينة أراد صناع العمل من خلال جهات أخرى إنه يمرروا أجندة معينة عشان ما تأثر في الشعب. وده شفناه حاليا. يعني يا أخواننا باختصار شديد، زمان كان من الصعب إنك يعني تشوف واحدة بتمثل من غير احتشام. حاليا للأسف الشديد أصبح إنه ما في نكران على الموضوع بقى للأسف الشديد بقى متقبل، بقى مقبول. فطالما بقى مقبول معناتها نجح صناع الأعمال في إنهم يزرعوا أول حاجة عدم فرضية الحجاب وعدم الاكتراث به، يعني مسألة الحجاب. وللأسف الشديد أصبح المجتمع زي ما قلت لك بغير جلده، وأصبح ماشي في اتجاه ما كنا قمنا عليه ولا تربينا عليه، ولا حتى كنا يعني بنتخيل في يوم من الأيام إنه والله يا أخي يجي يوم نشوف الحاجات دي عندنا في المجتمع السوداني. ده بيقودني كمان للجزئية الثانية اللي هي تمثيل شخصية الشيخ في مسلسل الشيخ إمام مسجد بصورة سيئة للغاية. ودي هنا
تمرير الأجندة فيها أصبح بصورة واضحة. أنا أوريك الخطورة بتاعت الموضوع ده كيف. هو الحاجة الشيخ أو إمام المسجد ده العمل ده العمل منه أول ما اعتلى المنبر، وأول من خطب في الناس، وأول يقول لك هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت حاليا عايز تضرب الدين في مقتل كيف؟ يعني أنت اللي بتجيب شخصية بتاعت واحد إمام مسجد كويس، الشخصية يعني للأسف الشديد نجح صناع العمل في إنه يخط كل الصفات السيئة في الشخصية دي. نجح صناع العمل في إنه ينفروا الناس من شخصية إمام المسجد. إمام المسجد دي رمزية يعني في كل المناطق، هي رمزية للشخصية المتدينة والمرجعية الدينية بتاعتنا. يعني أنت الليلة لو عندك سؤال معين حتزعل منه، ما حتزعل لك فنان. طيب لما المسلسل يجي يعرض لك إنه والله يا أخي الشيخ ده بخيل، الشيخ ده يعني ما بغض طرفه عن النسوان، لما نيجي يعرضوا لك إنه والله الشيخ ده من أسوأ الشخصيات اللي أنت ممكن تقابلها، اللاوعي بتاعك كويس بخليك لما تشوف إنسان ملتحي واللحية هي سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هي هدى، لما تيجي تشوف إنسان ملتحي كويس طوالي حتتذكر شخصية الرفاعي. طيب شخصية الرفاعي اللي هي فيها كل الصفات السيئة، إذا أنت من غير ما تشعر بعد شوية ما حتحترم إمام المسجد. فكده أنت كصانع للعمل، أنت كمشارك، أنت كممثل، كسيناريست، كمخرج، أنت كده يعني عملت على هدم الرموز الدينية في المجتمع. زي ما قلت لك ما اكتفينا بأنه بس مررنا أجندة عدم اللبس أو عدم الزي المحتشم في المجتمع، بل بتسعى إلى هدم الثوابت يعني والرموز الدينية في المجتمع. لأنه زي ما قلنا إنه شخصية الخطيب، شخصية إمام المسجد، هي يعني إحنا ما بنقول إنه ما في ناس، ما في أئمة، ما في شيوخ ضلالين أو مثلا سيئين، لكن كونك تعرض في بلد مسلم كل الناس 99-98% منه مسلمين بدين الإسلام، تجي تعرض لهم أعلى رتبة دينية في المجتمع اللي هو إمام مسجد أو الشيخ، تجي تعرض لهم بالصورة السيئة دي، إذا أنت كده بتحاول وبتزعى وبتتعمد، ما عندك عذر أصلا، ما في مبرر لأنك أنت تحاول تهدم الشخصية الدينية دي في المجتمع، وتزعى لأنك أنت تحاول تنتزع الإسلام والدين من قلوب الناس، أنه بصورة أو بأخرى أنت بتهدم في الدين. زي ما قلت لك المهن يعني ما العصمة للأنبياء بس، العصمة للأنبياء. طيب بما إنه العصمة للأنبياء، أنا كمشاهد عشان أفترض فيك أنت كفريق عمل حسن النية، المفترض تعمل شنو؟ عشان أنا أتعاطف معك أو أقول والله يا أخي قد يكون في مبرر درامي للموضوع، بقبل منك إنك تجيب شخصية الرفاعي بالسوء ده في حالة واحدة بس، في حالة إنك أنت تجيب شخصية متدينة، شخصية ملتحية، يعني إمام تمام، لكن بالشيء السائد عين الناس اللي هو إمام بصورة طيبة، تقدمه بصورة جيدة، بيعكس الصفات والأخلاق والمثل الإسلامية الحقيقية، تجيبهم الاثنين تمام، تخلي الرفاعي ده اللي هو ده بزول بيتكسب بالإمامة بتاعته دي كويس، تخليه في وضع أقل من الشيخ الحقيقي الفعلي اللي هو بيحمل الإسلام الحقيقي جواه تمام. أنا بقبل منك العمل ده في حالة إنك أنت خليت الشيخ الحقيقي ده كويس، تجيب شخصية تصنعها زي ما أنت بتكتب شخصية بالسوء ده، أقبل منك إنك تكتب شخصية يعني تكون أفضل حال، وبالتالي يحصل بيناتهم صراع ونزاع درامي وحبكة درامية، إنه الشيخ الحقيقي، الشيخ الحسن ده كويس
يعني يحاول ينتقد ويبين للناس انه والله يا اخي في اشخاص بيترزقوا باسم الدين هم في الحقيقه بخلاء، وهم في الحقيقه ما هم يعني شيوخ حقيقيين. في حالة انا بقبل منك الموضوع، بقول انه هنا الدراما في الحته دي خدمت فعلا في السيئين، وهم غله، وهم يعني ما هو ده الشيء السائد، لكن تجيب لي الشيخ الحقيقي، الشخصيه الطيبه الناس اللي حتحبها، وده الشيء الموجود عندنا في مجتمعنا. تجيب لي الشخصيه دي كويس وتسلط عليها الضوء اكثر، انه يا جماعه دي ثوابتنا ودي قيمنا وده ديننا ودي مثلنا يعني. تمام. الشخصيه الثانيه دي تدخله السجن، تخليه يعني باي صوره من الصور يلقى مصيره كويس، وعشان ما يتركب في اذهان الناس انه والله يا اخي زول بيلعب باسم الدين ده مصيره انه يمشي كده وكده. الشيخ الحقيقي واللي يميل للناس كويس ده تخليه في مكانته. انا كده بقبلها منك. اكيد ما ممكن المسلسل الكامل تجيب لك شخصيه بتاعت شيخ واحد كويس في كل العبر، في كل الاشياء السيئه. انت ما زي عادل امام في الارهاب يعني، عملت شنو؟ جبت واحد لبسته لحيه، خليته طول الفيلم صار وشه وبيرهب، وشخصيه زرع للاسف الشديد الاعلام ده والمسلسلات في الناس انه والله يا اخي الشخصيه المتدينه دي شخصيه منبوذه، وده ده مش الشيء الحقيقي، ده ما الفعلي. هو انا امشي المساجد، امشي المساجد في اي مكان في العالم، بتلقى الشيخ امام المسجد يا اخي من احسن الناس، من افضل الناس، من اطيب الناس. نعم قلنا لكل قاعده شواذ، لكن الشواذ يعني لا قاعده له. الشاذ زي الشخصيه اللي قدمها دي حاجه نادره، والشيء النادر والشيء الشاذ ما عنده قاعده. فزي ما قلت لك قبل شويه انه الاستلاب الفكري حاصل بصوره مباشره وبصوره غير مباشره، بيمرروا رسائل، بيمرروا اجنده. للاسف الشديد الموضوع ما بيكتفي بس بتغيير الطبيعه او السجل اللي قام بها المجتمع السوداني من زي محتشم وغيره، لا، الموضوع اتطور لانه عايزين يهدموا ثوابت في الدين الاسلامي، ويمرروا كمان اجنده ثانيه يعني افكار ما كانت اصلا موجوده في مجتمعاتنا السودانيه ابدا من قريب ولا من بعيد، زي المثليه وزي غيرها من الاشياء السيئه جدا. ودي كلها للاسف الشديد نخاف انه يجي في يوم من الايام نشاهد النماذج دي في مجتمعاتنا. مجتمع السودان اللي كان محافظ، مجتمع السودان حتى وقت قريب يعني، عشان ما في واحد يجي يقول له والله يا اخي الفن ده عباره عن بنقول لك واقع، لا ما واقع. الفن ده بينشئ واقع، والواقع ده للاسف حيبقى شيء سائد، الناس حتشوفه حتقلده. تمام. لو كان قلنا مثلا في زان ده الشخصيه السيئه جدا اللي هو كان في البدايه كان كويس، وبعد شويه تخلى عن الدين وتخلى عن المخرج او المنتج او فريق العمل، داري مر لنا فكره انه والله يا اخي انت بتدعو ربنا ما بيستجيب لك، يا اخي خلي الطريق ده، اتجه للطريق الثاني، اتجه للطريق المعاكس، اتجه للطريق المخالف، امورك حتمشي. دي الفكره اللي عايزين يمرروها لك، او اللي هي وصلت عند اذهان الناس. وللاسف الشديد البلد ما عندها وجيع، ما عندها يعني، ده دور الاجهزه الرسميه. مفترض مسلسل بيتم فيه تناول شخصيه الشيخ بالصوره المشينه دي مفترض يوقف ويتم احاله جميع العاملين، جميع فريق العمل الى التحقيق، ويتم مفترض يحصل الكلام ده في حاله انه البلاد اصلا او الدوله بتحترم العادات والموروثات والقيم اللي بيتميز بها المجتمع. لكن الى الله المشتكى، ناس يعني ترفع امرها الى ربنا سبحانه وتعالى، ومن اراد ببلادنا وقيمنا ومجتمعنا سوءا اللهم اجعل كيده في نحره واشغله بنفسه. وربنا يجعل بلدنا بلاد المسلمين جميعا تحافظ على قيمها اللي هي القيم السمحه المستمده من الشريعه الاسلاميه، اللي عمرها ما كانت يعني بتعلن او بتظهر السيء، بل بالعكس
مجتمعاتنا من أرقى المجتمعات، من أفضل المجتمعات، ولكن هؤلاء الشرذمة من يقفون وراء الكاميرات من وراء هذه الأعمال يعني يريدون طمس الهويات الإسلامية، يريدون طمس القيم والمثل وهدم الثوابت. إلى الله المشتكى. قبلوا خالص التحايا. أخوكم محمد عصام حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.